فاطمة بكو، عمري 40 سنة، من مدينة منبج. أول سماع بدء بسماع الحملة كنت في مدينة منبج، كنت في بيتي. سمعنا أنه في حملة تحرير لمدينة منبج. طبعا كانت فرحتنا كبيرة وكنا ما عم نصدق أنه الحملة رح تبلش من مدينة منبج. كانت الإشاعات عم تقول أنه الحملة ما بتبلش من مدينة منبج، رح تبلش من غير مدينة. كنا يعني نحن بنفرح وقت اللي بتكون هي يعني بتبلش من جميع المدن، بس كتر ما كنا نحن عم نعاني من أيام داعش كنا عم نتمنى إنه الحملة تبلش من عنا، لأنه كنا كتير متضايقين. يعني لحظة شعور ما بتوصف، يعني وقت اللي أنت بدك تتخلصي يعني من ظلم داعش عليكي، ما بتتوقع يعني هي اللحظات اللي كنا عم نعيشها. يعني فرحة لا توصف. يعني نحن كل يعني تفكيرنا كان انه مدينتنا رح تتحرر ونخلص من داعش ومن الظلم اللي كنا عايشين فيه. دائما يعني نحن كنا نحاول يعني انه لو كان بايدنا يعني نحن كان يعني نحسن نساعد يعني حتى بتحرير مدينتنا. ما كان يعني في بايدنا شيء من الرعب اللي كنا عايشين فيه، من الخوف اللي سيطر علينا فيه داعش. كنا يعني الليل كله ما بنحسن ننام، النهار كله من الخوف والرعب اللي عايشين فيه. طبعا شعور حكينا يعني شعور لا يوصف، انه شلون الحملة رح توصل على مدينتنا ونحن ضمن المدينة وعم نعيش المعاناة اللي كنا عايشين فيها. يعني شعور قد ما هلا انا وصفت لك اياه ما رح تصدقيه. يعني شعور لا يوصف، انه بلدك رح تتحرر وانت رح تخلصي من السواد اللي نحن فيه كنا عايشين فيه. سواد بلبس المرأة الموجود، بكل شيء موجود حواليك هو سواد من ظلم داعش. شعور كان فرحة كبيرة انه قوات سوريا الديمقراطية رح توصلنا عنا ونحن رح نتخلص من داعش. الخبز كنا نحسن نخبزه يعني بالبيت، نجيب طحين مثلا، أمنا مادة الطحين ونحسن نخبز. بس في احتياجات تانية مثلا الخضرة، كنا يعني 4-5 ساعات نحن كنا نوقف على الدور حتى نحصل كيلو كوسة أو كيلو باذنجان حتى نطبخ فيه. يعني حتى بندورة ما كانت تحسني تحصلي ولا تحصلي أي شيء. يعني الاحتياجات الخاصة كانت صعبة كتير، ما حدا يحسن يحصل إلا يعني بطلوع الروح. كانت الناس ما في عندها مي، الناس كانت تنقل بالاسطول مي حتى توصل لبيتها نقطة المي. صوت القذائف والطيران كان شيء لا يوصف لا يوصف. يعني انت طول الليل قاعدة ما بتحسني تنامي من صوت القذائف والرعب اللي انت فيه. كل دقيقة من دقائق الحصار كنتي تفكري حالك رح تموتي. يعني هي أصعب لحظات نحن كنا عايشينها. يعني كل دقيقة انت بتفكري حالك انت ميتة، انت واللي حواليكي. يعني هذا الشعور يعني شيء ما بحسن الإنسان يحسن يوصفه. انت كنتي تفكري انه بأي لحظة هالأطفال هي قدامك انت رح تموت. يعني كنا بنفس البيت نحن عايشين، مثلا أنا وأهلي، اخواتي الشباب كلهم متزوجين وعندهم اطفال صغار، ابوي مثلا زلمه كبير، امي مره كبيره، زوجي معاي. يعني كنا عم نعاني معاناه ما كانت يعني ما توصف. فنحن كان عددنا كبير 20 شخص، فما نقدر، وفي معنا اطفال صغار، ما نقدر نقطع لغير منطقه. اللي بده يقطع يعني بده يكون عددهم يكون قليل يعني حتى يقدر يقطع. رحنا على غير منطقة مشان نقطع. أول مرة ما قدرنا نقطع. بعد ما قطعنا لنص الطريق داعش رجعونا، يعني رجعونا بطريقة بشعة، قال وين رايحين انتو؟ رجعونا بهاي الطريقة. يعني للأسف الشديد انه ما في عند الله ضمير لا إنسانية. يعني الشارعين طويلات كتير، يعني من الصعب جدا انه انتي تصلي لمنطقة وانتي عم تركضي. يعني القناص عم يقنص والناس عم بتموت قدامك، هون في اجر، هون في ايد. يعني ناس عم بتموت قدام عينك، ناس انفجرت فيها الغام، ناس يعني عم بتموت. وكان يعني موقف فيه صار قدامي انا ما بحسن انساه طول ما انا طيبة. كان في زلمة كبير ضربه القناص على اجره واجره مقطوعة. والزلمة الكبير نحن عم نقطع وعم نعدي من جنبه، والزلمة عم بقول اركدي اركدي يا بنتي، هون في قناص. عم بقول له انا بحسن اساعدك عمو، عم بقول لا انت اركدي
ولا تستنيني، يعني أنا ميت يا بنتي، ميت، لا حدا يسحبني. الرفاق من الطرف الثاني عم يقولوا عيفوه، نحن من نحسن يعني شوي هلا ونحن بنسحبه. يعني مناظر كانت ما توصف، يعني الخراب الموجود، الدم اللي كان موجود بالأرض، يعني حالات إنسانية يعني الإنسان ما بيحسن يوصفها. وقت اللي قوات سوريا الديمقراطية استقبلتنا أحلى استقبال، يعني كأنه الإنسان هلأ عم يولد من جديد، كأنه الحياة هلأ بلشت عنده. كل إنسان يعني ما كان يخاف على حاله، يخاف على اللي حواليه. يعني العيلة ما كانت تفكر، مثلا الإنسان ما كان يفكر بنفسه، بده بس يوصل يعني مثلا أخوه، أبوه، أو أي إنسان يعني حواليه. وقت اللي يعني نحن وصلنا على قوات سوريا الديمقراطية، كأنه نحن هلأ الحياة بلشت عنا. الفرحة لا توصف، فرحة تحرير مدينة منبج أو أي إنسان يتحرر من داعش، فرحة لا توصف كل الدنيا. يعني أي شيء بالدنيا ما مثل فرحة إنه الإنسان يطلع من عند داعش. واستقبلونا الرفاق قوات سوريا الديمقراطية استقبال كان كتير منيح. شالوا الأطفال مننا، كنا كتير عطشانين، عطونا مي، عطونا أكل. الأطفال الصغار كلها داووها، كانت كلها مرضانة. يعني استقبالهم كان يعني جدا إنه استقبال إنساني، يعني بتحسي فورا إنه أنت دخلتي على حياة تانية، هلأ بلشت عندك الحياة.